عطار ابن عطار قال لي هاتي ربطة نعناع وانت هترجعي تقفي على رجلك تاني وهتنزلي وتطلعي السلم وهتحلي بقى كل مشاكلك. بجد ربنا يبارك له، ده انا بدعي له لحد دلوقتي. انا عارفه انت بتتفرجي عليا دلوقتي وجنبيكي كيسه من الادويه ونفسك تطلعي وتنزلي السلم تاني. النهارده جبت لك وصفه العطار اللي بجد هتدعي لي عليها. علشان كده ارفعي الفيديو باللايك وابعتيه لكل حبايبك، لان ممكن يكون حد بيعاني من المشكله دي، وبجد كله هيدعي لك لما تجربيها. ده طلع بجد شاطر وبدعي له لحد دلوقتي. هتجيبي كده ربطه نعناع اخضر زي ما انت شايفه، وتبتدي ان انت تاخدي الورق بتاعها بالشكل ده في اي طبق عندك، وهتنزلي بمعلقه من ملح البحر، وهتحطي كده معلقه كبيره، وهتحطي عليها معلقه كبيره كمان من حبه البركه، ومعلقه كبيره من الكركم. عايزه اقولك الوصفه دي بجد محدش هيجربها الا لما يدعيلك. لو انتي بقى النهارده عندك مشاكل، فالنهارده مش جايبالك مسكنات، انا جايبالك حاجه هتريحك جدا، حاجه هتخلصك من وجع المفاصل، وكمان هتقدري تطلعي تنزلي السلم بمنتهى السهوله. بجد هتدعيلي. بعد كده بقى هتحطي 3 معالق كبار من زيت الزيتون البكر. تمام، يعني نفس المعلقه اللي انت استخدمتيها في المكونات هتحطي 3 معالق، وقلبيهم كويس جدا مع بعض زي ما انت شايفه. وهاتي بقى ورقه فويل وسيبيهم ليله او ليلتين لحد ما تحسي ان النعناع جاب الميه بتاعته كلها مع زيت الزيتون وكمان حبه البركه والكركم. بجد الوصفه دي فعاله ان شاء الله. هتسيبيها ليله كامله هتلاقي كده جاب ميته زي ما انت شايفه. هتاخدي بقى الميه دي، حاولي بقى ان انت تعصري النعناع كويس جدا عشان تطلعي باكبر كميه من الزيت. بصي ده زيت بقى الكركم مع حبه البركه مع ملح البحر والنعناع وزيت الزيتون. عصريهم بقى كويس جدا واطلعي باكبر كميه من الزيت وحطيهم في علبه عندك او في ازازه. عايزه اقولك ده بقى المعجزه اللي هيرجعك تقفي على رجلك تاني وتنزلي وتطلعي السلم، وهتنسي بقى المسكنات. تبتدي ان انت كل يوم بالليل تدعكي مفاصلك، سواء كان رقبتك، ركبتك، ظهرك، ايديكي، اي حاجه عندك هتخلصك من وجع المفاصل، هتخلصك من الروماتايد، هترجعي تقفي على رجلك تاني. بصي بتدهني كده بحبه البركه، ان شاء الله الشفاء من عند ربنا، وبجد هتدعيلي. ابعتي الفيديو ده لكل حبايبك عشان الكل ان شاء الله يستفيد، وان شاء الله الوصفه دي هتعجبك جدا. ده بقى بيستخدم كدهان كده لاي منطقه تعباكي. تدهني كويس جدا وتسيبيه يتشرب ونامي بيه، او خليه على الاقل مثلا بالليل وتصحي بيه. ان شاء الله هتحسي